تصدقوا ان في بديل للكيس الحلواني من حاجة بنرميها كل يوم؟ استنوا بقى ثانية كده بس وشوفوا الفكرة دي. بدل ما تستخدمي الكيس الحلواني نجيب ازازة بلاستيك فاضية وهنعمل منها حاجة خطيرة جدا، تعملوا منها بسكوت العيد. وحلوة يعني حلوة جدا، حلوة جدا بجد. بجد بقت معانا أداة سهلة توفر علينا مجهود. ونصلي على الرسول ونعمل البسكوت، وينفع للعيد، ينفع لأي وقت، جنب كوباية شاي، جنب فطار، جنب وانت رايح المدرسة وانتوا رايحين الشغل، أي مكان. طعمه خطير ببضاية واحدة. خلاص، كمان لو مش عندكم زبدة مفيش أي مشكلة. نشوف كده نكسر البضاية. البيض احنا عارفين ان البيض ما شاء الله عليه مش عارفة يروح فين بعد كده، بس بضاية واحدة ان شاء الله تعملوه. ونحط عليه فانيليا او البرتقال اللي احنا عملناه مع بعض. عارفين انا مش هحط فانيليا، انا هحط البرتقال اللي احنا عملناه، قشر البرتقال اللي انا عملته بديل الفانيليا يا جماعه. انا مخلياه بديل الفانيليا، بس طعمه خطير، مديه نكهه البرتقال خطير خطير خطير. رجعوا للفيديو اللي وانتوا حابين تشوفوه. ده سكر بودره، نص كوبايه من السكر البودره. حتى لو ما عندكيش سكر بودره تجيبي المطحنه وتحطي فيها سكر عادي، وتضيفي عليها معلقه من النشا وتضربيهم، يبقى عندك كده سكر بودره. وضفت عليهم زيت، يعني حوالي نص كوبايه من الزيت، 50 جرام زيت كده، ومعلقه من النشا، وندوبهم مع بعض، يعني معلقه من النشا هرميه، وندوبهم كده كويس جدا. سهل قوي يعني سهل سهل سهل. مش عايزه اقول لكم سهل ازاي وجميل. ممكن لو عندك مكنه مفيش اي مشكله. انا ضفت بس يعني حاجه بسيطه جدا من السمنه البلدي. لو عندكم ممكن تضيفوها، لو مش عندكم مفيش اي مشكله ان انتوا تستغنوا عنها خالص، تدي طعم وريحه حلوه. او زبده من اللي احنا عملناها، بكوبايه زيت وكوبايه لبن حليب. ممكن تعملوها كده زي ما انتوا شايفين. نرشه من البيكنج باودر، معلقه صغننه، نص معلقه صغيره من البيكنج باودر حلوه. ضفنا الدقيق وعليه معلقه صغيره من البيكنج باودر. خلاص يا جماعه، يبقوا بضايه عليها اللهم صل على سيدنا محمد نص كوبايه من السكر البودره، عليها فانيليا او زيت البرتقال اللي احنا عملناه مع بعض، او دي حاجه بسيطه بنحطها نقطتين كده من زيت البرتقال، ومعلقه كبيره روميه نشا، عليها دقيق حوالي 300 جرام الشويه اللي انا عملتهم، 300 جرام يعني اكتر من ربع كيلو، شويه صغيره. وكده يعني ممكن نخلي النص كيلو دي مفيش اي مشكله. تمام. احنا لو مش عايزين نحط البضايه ممكن نشيلها ونحط بدلها حليب، تبقى برضو مفيش اي مشكله. يا جماعه والله حماتي بتعمله بدون بيض عادي جدا، بتضيف فنجان صغير بدائل البيض، ما تحطش نهائيا بيض في البسكوت او البيفور او الحاجات دي. خلاص. ولو قلت لو مفيش زبده مفيش اي مشكله، حطينا نص كوبايه من الزيت. اهم حاجه تلم وما تفتتش معانا، اهم حاجه تلم معاكم كويس، علشان لو هتحطيها في لو هتحطيها في مكنه مفيش اي مشكله خالص. تمام. كوريها بقى كده تشوفيها، لو ما فتتتش معاكي يبقى حلو. هنجيب كده اي ازازه زيت نضيفه، اقطعها، ويعني اسهل حاجه، يعني مفيش اي مشكله. ممكن تعمليها بالغطا، ممكن تعمليها زي ما انا عملتها، سخنت ال- السكينه على البوتاجاز بسيط، سكينه او شوكه، وتعملي لها فتح 3 سنون كده زي الفتحات المشط، كذا فتحه. بتسيبي حته يا رب يكون واضح، مش عارفه هي واضحه لكم ولا لا. نعمل زي سنون المشط كده في كذا فتحه. آه تمام. وبنشيل زيادات بأي مقص، وبتبقى بالشكل ايه اللي هتطلع بيه البسكوتة. ممكن تعمليه بالمكنة لو عندك، تعمليه بكيس الحلواني لو متوفر، اللي متوفرة عندكم. أهم حاجة العجينة تكون احنا عاملينها كويسة، مش مفرولة،
لو حسيتِ اللي هي مفرولة شوية ممكن تضيفي عليها شوية من الدقيق، أو لو لسه برضه مفرولة ضيفي عليها حاجة بسيطة من الحليب، ما فيش أي مشكلة، تعالجوا الموضوع. خلاص. في ناس تقول لِك لأ ده كانت مفرولة مش عارفة أعمل إيه وهارميها، اوعي ترمي أي حاجة. إحنا إن شاء الله نرميش أي حاجة بإذن الرحمن، نجيب كده بقى صاج أو أي حاجة نعمل عليها وندهن ندهن الإزازة بتاعتنا من جوه، هي دي إزازة زيت فإحنا مش هندهنها، مطرحها زيت نضيفة، فادهنوها زيت علشان ما تلزقش معاكم وتبقى سهلة. خلاص، بس كده كفاية. هاوريكم بس الفكرة من غير مكنة أهو. ممكن تقدروا تعملوا بسكوت العيد في البيت، وممكن تشكلوه بالشكل اللي انتوا عايزينه، الشكل اللي انت هتقطعيه هو اللي هيطلع معاكي، يعني الشكل اللي انت هتقطعيه بايديكي. الشكل اللي انا عملته عشان اسهل عليكم، يعني اي شكل، الشكل اللي انت عايزاه. خلاص، وبتتكي عليها من فوق عشان انا بتكه لوحدي وبعمل كل حاجه لوحدي، فانتوا لو حد بيساعدكم يكون اسرع، تعملي كميه اكبر. بالسكينه بقى بتقطعي وبتدوسي كده بايديكي او بكوبايه من فوق او بازازه تانية بيبقى اسرع. خلاص، وبتساوي برضو كده بايديكي احلى. مكنه اسهل لو عندنا مكنه يا سلام. انا عند حماتي بيبقى عندها مكنه بس انا بعمله في البيت ليا انا عشان هي بعيده عني، وبتقول لي حلو وجميل ما شاء الله عليكي ان انت بتعملي وبتفرحي الولاد باي حاجه بسيطه. ولما برضو حد يجي لي بيقول لي ما شاء الله حلو جدا وجميل، احسن ما بتشتريه من بره بحاجات بسيطه قوي يعني. اهو، اهم حاجه يطلع اكنه يعني شارياه واطعم، والله طعمه احلى حتى لو مش شكله مش هو قوي، بس بيبقى طعمه جميل خطير. ان شاء الله يعجبكم يا بنات وتجربوه وتقولوا لي هي الفكره حلوه ولا لا. ان شاء الله كمل كل الكميه ان شاء الله كده، وهرص الصاج ونشوف مع بعض ندخله الفرن على درجه حراره قد ايه وهنطلعه يبقى عامل ازاي، وشكله من تحت ومن فوق هيبقى عامل ازاي. خلاص، هنرص بقى كده الكمية كلها وهسويه بايدي زي ما انتم شايفين اهو، عشان هو برضو الازازة مش قطعها كويس. كل ما الازازة تكون كويسة هتلاقوها حلوة، يعني قطعة على قدي مش قوي يعني محترفة في القطعات بتاعة الازازة. فدي الاسهل حاجة اللي انا عملتها الصراحة، هي بتتعمل نجمة بس معرفتش اعملها الصراحة، ديت اسهل حاجة وقلت اوريكم اسهل حاجة علشان ده تعملوها. دخلتها الفرن مخدتش معايا وقت خالص، 8 10 دقايق كده، ومن تحت ومن فوق يعني هي محتاجتش فوق عشان انا مش عايزاه يحمر من فوق اهو بالشكل ده. زي ما انتم شايفين سهل جدا بس طعمه وريحته خطيرة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، بجد حلو. يعني مكلفناش حاجة يعني يا جماعة، تعملوه بألف هنا. بصوا تحت، بصوا بقى يعني حتى اللي احمرت بيحب احمره كده شوية اهو. بصوا جميلة جميلة جميلة، ريحته حلوة والله بجد خطير، بالذات لما حطيت عليه زيت البرتقال اللي انا عملته معاكم. فاكرين ولا ايه؟ متابعين وعارفين عاملين زيت البرتقال ازاي، واكيد عملوه. ويحطوا عليه بقى بسكوت، اعملوا بقى الكمية اللي انتوا عايزينها يا جماعة، خطير ما شاء الله. وتقدموه وتاكلوه بألف هنا شفا على قلوبكم إن شاء الله، بألف ألف ألف هنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش يا جماعة اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديدنا، ونكمل بإذن الرحمن. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.